أنا سمر ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة شرفني جدا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة كده هنعمل مع بعض مكرونة بطريقة حلوة جدا، ممكن نقول عليها بديل الاندومي. طريقتها حلوة، مكرونة كده بالخضار وسريعة، يعني ايه أكلة المستعجلين. عندي كده كيس مكرونة، طبعا نوع المكرونة اللي بتحبيه وأي نوع، سواء إقلام سواء صغيرة، أي نوع كده معايا هشتغل بيه. نزلت بكيس المكرونة بقى في قلاية في طاسة في أي حاجة، في صينية في حلة في أي حاجة عندك. عندي فلفل أحمر ملون مقطعاه كده مكعبات، نزلت على المكرونة بالفلفل. هنزل بفلفل أصفر ملون كده بالشكل ده. وكان عندي قرن فلفل سبايسي قطعته برضو كده ايه حتت صغيرة ونزلت بيه، عطاها طعم حلو قوي وخلاها كده ايه سبايسي وحلو. عندي عندي طماطم مقطعاه مكعبات، وكمية الطماطم اللي تحبيها. انا قطعت يعني ايه طماطمتين وسط، قطعتهم مكعبات كده ونزلت بيهم بالشكل ده. معايا بصلاية برضو وسط، نزلت بيها كده قطعتها حتت صغيرة او مكعبات ونزلت بيها. معايا 3 فصوص من التوم فتحاهم، يعني شقة كده التوم، بحيث ان ايه ان المكرونة تتنكه كده بنكهة التوم او تاخد من طعم التوم. معايا معلقة كبيرة كده وربع من الصلصة، صلصة الطماطم الجاهزة. معايا كده شوية من الزيت، اي زيت عندك، زيت ذرة زيت زيتون زيت عادي. معايا بقى البهارات بتاعتي، ملح فلفل اسمر بالشكل ده. نزلت كده بمعلقه ممسوحه صغيره من الملح، وخليت بالي من الملح لان انا دلوقتي هنزل بمرقه دجاج فوريه. عندك مكعب مرقه ضيفيه، مش عايزه تضيفي اصلا مرقه بلاش، براحتك خالص. عندي بقى اللي هي المرقه دي لقيتها عندي ضفتها، طعمها حلو قوي على فكره. عايزه اقولك ان بجد طعم المكرونه ده حلو جدا. بتدفي في البرد، ممكن وجبه غدا. يعني انا اعتمدتها النهارده وجبه غدا جنب طبق بطاطس كده محمره، كانت زي العسل بجد. ممكن تعمليها برضو في العشاء كده في البرد ده. وهبتدي انزل بقى بالميه، هغطي كده المكرونه بس بالميه، يعني ايه اشوف المكرونه كده ما تزوديش. عايزه اقولك ان انا دلوقتي هديها تقليبه، هقلب بقى كل بهاراتي والخضار ده كده مع بعض، وهغطي عليها واسيبها ايه لحد ما تغلي معايا. تغلي غلوه غلوتين، هبتدي ان انا اوطي واسيبها تستوي براحتها. غطيت كده عليها وسبتها بقى لحد ما تغلي معايا، وده شكلها كده وهي بتغلي. عايزه اقولك ان ريحتها في منتهى الجمال والله، وطعمها كان جميل. انا عايزه اسميها المبكبكه الكدابه بس مش عايزه اشتمها. آه حلوة بجد جميلة. يعني بدل مثلا ما الناس اللي بتحب الاندومي ومش حلو، ده كده يعني دي كده احلى وافيد. فيها خضار كتير، خضار جميل، الوانه مبهجة. الفلفل الاصفر الفلفل الاخضر الفلفل الاحمر الطماطم البصل الثوم، بجد حلوة قوي. وعايزة اقولك ان بجد والله اتنكهت، يعني ايه، سيبك ان انت تحمري البصلة قبل ما تحطي المكرونة والكلام ده والفلفل وكده، لا بجد بجد يعني اتنكهت بالخضار كله، بالثوم بالفلفل بالبصل بالفلفل الاسمر بالملح بالمرقة، فكان طعمها حلو قوي. وده شكلها كده بعد ما خلصت. طبعا انت شايفة ازاي ان هي مفلفلة حلوة جدا. وده شكلها كده بعد ما خلصت، بجد جميلة، اعمليها انا متأكدة ان هي هتعجبك، طعمها حلو قوي، جربيها. بحبكم في الله احلى اخوات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.